الثعلب مش بيستنى كتير بعد البلوغ، بعد سنه بيبقى اول موسم تزاوج ليه. الموسم ده عاده بيجي في الشتاء ما بين يناير ومارس، وده التوقيت اللي ممكن تسمع فيه بالليل اصوات ثعالب في الغابه او في الصحراء. طب هل الثعلب ممكن يتجوز اكتر من انثى؟ غالبا لا. الثعلب معروف عنه ان هو مخلص لشريكته بدرجه كبيره جدا. الذكر والانثى ممكن يعيشوا مع بعض كزوج وزوجه لفتره طويله جدا، وممكن تبقى مدى الحياه. ولو واحد فيهم مات ممكن التاني يفضل فتره طويله لوحده لحد ما يبدا يدور على شريك جديد. وبعد ما بيتم التزاوج بتبدا المرحله الاهم، بناء الجحر. اول ما الانثى بتتزوج وبتبقى حامل بتبدا تدور على اهم مكان في حياتها، الجحر. الجحر ده اللي هيبقى مكان امن ليها هي وعيالها، عشان كده بتدور كويس جدا. فممكن تحفره بنفسها في ارض طريه، او ممكن تستولي على جحر قديم كان بتاع ارانب او حيوانات تانية. بعض الاوقات لو لقيت مكان مهجور زي تحت صخره او جذع شجره كبير ممكن تحوله لجحر. الجحر ده ما بيبقاش مجرد حفره في الارض، خلينا نبص جواه. بيتعمل جواه ممرات صغيره وغرف داخليه، واحيانا اكتر من مدخل ليه، علشان لو في خطر تقدر تهرب هي وصغارها من اي مخرج. بتبدا تحط قش وورق وفراء قديم عشان يبقى دافي ومريح للصغار. فتره الحمل عند انثى الثعلب بتبقى غالبا قصيره من 50 ل 55 يوم، وبعدها بتولد مره واحده في السنه، وغالبا بيكون في بدايه الربيع. وفي العاده بتولد من 4 ل 6 جراء، وفي حالات بتولد فيها 10 جراء. اما عن فتره الحمل فبتبقى فتره حساسه جدا بالنسبه للانثى، بتقضي اغلب وقتها جوه الجحر ومش بتتحرك كتير وما بتعملش اكل. وهنا بيجي دور الذكر اللي بيبقى دوره مهم جدا، انه بيخرج يصطاد وبيرجع لها بالاكل وبياخد باله من الجحر ويحرسه.